الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. الإسلام جاء بالتوحيد الخالص لله رب العالمين، ونهت الشريعة الإسلامية المسلمين جميعا عن المغالاة، سواء في الأشياء أو في الأشخاص، سواء في الأنبياء أو الأولياء، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما أنا عبد. والسؤال: ماذا لو أن عليا رضي الله عنه وأرضاه سمع ممن يتشيعون في عصرنا بما يقولوه فيه وينسبوه إليه من صفات لا يجوز أن يتصف بها إلا الخالق العظيم. وحدث أن عليا رضي الله عنه وأرضاه في عهده ادعى بعض الزنادقة له الألوهية فألهوه، فلما علم بذلك استتابهم وطلب منهم أن يرجعوا عن قولهم، وأعلمهم أنه عبد لله، إن أطاع فهو مثاب بمشيئة الله تبارك وتعالى، وإن عصي ربه فهو معاقب. يعني أخبرهم أنه عبد، ومع ذلك أصروا على قوله. وجاء عند ابن حجر بسند حسنه العلامة ابن حجر في فتح الباري، قال: وجاء في الملل والنحل أن الذين حرقهم علي طائفة من الروافض، طائفة من الروافض زعموا وادعوا فيه الألوهية، ادعوا فيه الألوهية. وتزعم الطائفة هذه عبد الله بن سبأ، كان يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقولة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه استتاب الناس وطلب منهم أن يرجعوا وأن يوحدوا ربهم، وألا يفردوا أحدا بالعبودية إلا الله جل في علاه، لأن عليا تربى في بيت النبوة، ولأن عليا هو أقرب الناس بالوحي النازل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن عليا لا يشوب إيمانه شرك بحال من الأحوال، حاشا لله، لا علي ولا أحد من آل بيت علي رضي الله عن الجميع. أخرج الإمام البخاري عن عكرمة أن عليا حرق قوما فبلغ ابن عباس، فقال ابن عباس: لو كنت أنا لم أحرقهم، لو كنت أنا لم أحرقهم. لماذا؟ قال: لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعذبوا بعذاب الله، يعني لا تعذبوا بالنار. ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والذي دعا عليا أن يحرقهم، هناك في بعض الروايات أنه قتلهم ثم حرقهم، وفي بعض الروايات أنه استخدم نارا فصعدت منها أدخنة شديدة فقتلوا بذلك، ولكن الروايات هنا ضعيفة. الأصح أنه حرقه، وقلت لأنه في موضع الحاكم ولي الأمر، فله أن يفعل ما يشاء وفق حدود الله رب العالمين، نهيا عن الفساد وأمرا بمعروف ونهيا عن المنكر. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنه: لو كنت أنا لما قتلتهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم
لو كنت أنا لما أحرقتهم ولقتلتهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. السؤال الآن لغلاة الشيعة في أمر الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: ماذا يقول الإمام علي رضي الله عنه لو رآكم وأنتم تنسبون إليه ما لا ينسب إلا لله رب العالمين؟ وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.